ان شاء الله زينين. اليوم فطوري راح اسوي اول شي شوربة. خليت هنا انا بصل وزيت، وهسه راح اضيف العدس وانتظر شوية اخليه ينحمس، وبعدين اضيف المي. هسه هنا اني ضفت المي تقريبا كوبين مي ضفت. مي عادي، مو شرط انه يكون حار. وهنا راح اخليها تنتظر الفور. هنا عندي كرفس، اني قلت خل اثر ما اخذ واثر ما استفاد منه للكبة، للاكلات اللي تحتاج يخلي بيها كرفس. وهنا خليته بهاي العلبة، راح اخليه بالفريز بالثلاجة. وهنا راح اسوي قيمة على طريقتي. هنا انا فرمت البصل بهالشكل وحمسته شوية، خليت زيت. وهنا راح اضيف اللحم المفروم، احمسه ويا البصل شوية، احمسه 3 دقايق. بعدين هنا راح اضيف الحمص. ضفت الحمص هنا. هسه هنا اني راح ادق الحمص او اهرسه حتى يكون شكل ناعم. هسه ضفت البهارات، ملعقة كوب كاري، ملعقة كوب ملح، ملعقة كوب كمون مسحوق، ثوم بصرة. لين يكون ضفتهن وراح احمسهم شوية 3 دقايق. وراح اضيف هنا معجون، تقريبا ضفت ملعقتين طعام معجون. هنا ضفت المي وراح اخليها شوية تفور. وهسه وصلنا لهاي شكلها النهائي بعد ما نضجت. ثاني راح اطفي النار عليها. وهاي القيمة مالتنا الحلوة شكلها النهائي. شوفوا القوام مالتها لا تكون ثخينة ولا خفيفة، وسط. اللحم المفروم هيك تكون قوامها وسط. وهاي سفرتنا الحمد لله على كل حال. اللايك والاشتراك من ايدكم الحلوة. مع ألف سلامة.